هو احنا ليه بنأخر كل حاجاتنا لآخر لحظة؟ يعني بتبقى عندك مذاكرة وتبقى الكتاب قدامك وبرضه ماسك الموبايل وباصص للكتاب بحسرة ومش عارف انت بتعمل ليه كده. في حاجز بيبقى منعك ان انت تعمل المذاكرة، حتى انك انت لو عندك اوراق حكومية ولو عندك بروجكت ماشي فيه، كل الحاجات دي بتبقى الديدلاين بتاعها مش متوفر عندك ومش حاطه في دماغك لغايه اما يجي وقت الديدلاين تقول يلا بينا نجمع المنهج، يلا بينا نروح نخلص ورق الحكومه علشان هيحصل ورانا وهكذا وكذا وكذا. احنا ليه بنأخر نفسنا كده؟ انا رندا ابراهيم، معالج نفسي. هنشوف مشكله المماطله او البروكراستينيشن ونشوف حلها، ونشوف كمان ايه اللي ممكن نعمله علشان دي مشكلة حيرت العالم كله. يلا بينا. اكتر حاجة بنحبها في حياتنا الكومفورت زون. الكومفورت زون دي هي الاحساس انك انت قاعد مع نفسك وحاسس ان انت مرتاح وحاسس ان انت بتشرب قهوتك، جورنالك، موبايلك، السوشيال ميديا بتاعتك، حاجتك كده، فبتحس ان انت في الكومفورت زون، انت في الحاله اللي انت مش عايز فيها اي احساس بالمسؤوليه. طيب احنا عايزين نشوف هو ليه بيحصل معانا كده. ليه الطالب لما بيبقى داخل اوضته يبص تلاقي 100 حجه بيطلعها علشان ما يمسكش الكتاب، و100 حجه بيعملها الموظف علشان ما يخلصش كل الاوراق بتاعته، و100 حجه انت نفسك لو عندك وراك مشاوير، ده انت حتى لو خارج مع اصحابك بتبقى مستني لغايه اخر لحظه علشان تنزل وتقابلهم. ده انت ممكن تقوم وتقول لهم الو انا جاي في السكه وانت اساسا لسه ما لبستش عشان تنزل وتروح تقابلهم. هو ايه حكايه المماطله او البروكراستينيشن اللي محيره العالم؟ في ابحاث علميه اتكلمت على موضوع المماطله وبداوا يتكلموا فيه بطريقه انه لا، احنا ممكن نشوف الاول ثقه الناس بنفسها هي محدوده ولا لا. فوجدوا ان في علاقه كبيره جدا ما بين الكومفورت زون وما بين البروكراستينيشن او المماطله او التسويف، ان كل الاثنين دول بيحاربوا بعض طول الوقت عند الانسان. يفضل هو عنده حاجات عايز يعملها بس هو باصص الناحيه الثانيه الحاجات اللي هي ثانويه ومش فارقه معاه، وبالتالي احنا عندنا دلوقتي في مشاكل نفسيه بتحصل، ثقه في النفس بتبقى قليله، ستريس وضغط نفسي، انكزايتي. ده كل ده علشان ايه؟ علشان انت ما انجزتش المهام اللي عليك. الانجاز بيدي فرحه، ثقه بالنفس، احساس بالطاقه، التحفيز. طيب امتى ابدا اعمل ده؟ كان في كتاب لدكتور بيتر بيقول فيه The End of Procrastination، هنقضي على البروكراستينيشن. اول حاجه قال انه ممكن الانسان يعمل سيلف اوبزرفيشن، ان هو يلاحظ تصرفاته، يلاحظ الهابتس بتاعته. ما هو انت لو عندك فكره ان انا هقعد دلوقتي على الموبايل، الفكره دي بتقودك انك انت تقعد على الموبايل، وبالتالي بتسيب مذاكرتك، وبالتالي دي هابت، دي سلوك يومي انت بتعمله. قالك ان انت بتعمل سيلف اوبزرفيشن، انت بتلاحظ تصرفاتك وبتقيم تصرفاتك. لا، لم نفسك، تعالى بقى نعدل نفسنا، طلع الموبايل ده بره يلا عشان نقعد نذاكر، طب اعمله سايلنت، طب اعمل اي حاجه، بس المهم ان انا ارجع تاني للسكه بتاعتي. ده اسمه السيلف اوبزرفيشن، ان انت بتشوف الهابتس بتاعتك علشان هتوديك لمصيرك، لان دايما العادات اليوميه هي اللي بتخلي الواحد عارف مصيره رايح فين. لو كسول طول السنه، لو شغال طول السنه، انت عارف الهابتس بتاعتك وسلوكياتك اليوميه دي هتوصلك لغايه فين. نمرة 2 قالك الديسيبلين او الالتزام، بانك انت تحافظ على الحاجات اللي وراك وتعملها وتوجدها. طيب قالك في مشكلة بقى في الالتزام ده، اللي هو ايه المحرك اللي جوايا ان انا اتحرك علشان اعمل ده، ايه التحفيز اللي عندي. دكتور بيتر قال ان انت ممكن بدل ما تجيب طبق كبير كده وتحط فيه الاكل بتاعك مرة واحدة وتفكر ازاي هتاكله وازاي ان انت هتاكله كله مره واحده، او ان انا حلمي البعيد ان انا انجح، ليه لسه السنه طويله، لسه ما تبصش لليوم كله، ما تبصش لاخر السنه، ما تبصش لا، انت قسمهم على مراحل. اول حاجه هتعمل التشيك ليست وهتكتب فيها الحاجات اليوميه. الحاجات اليوميه دي لو انت انجزتها، انت بتتراكم على اخر الاسبوع بحاجات اسبوعيه، فانت بدات تحس ان انت بدات تخلص ربع الطبق اللي في ايدك، ربع الانجازات اللي انت لازم تعملها. بعد كده هتدخل على الحاجات التانية اللي هي مثلا ايه، اللي انا لا، انا الشهر، الاسبوع اللي وراه
وانجزت. الشهر يجر شهر تلاقي نفسك بتنجز. التشيك ليست هو مفتاح النجاح. التشيك ليست اليوميه انا نفسي بعملها قبل ما انام بالليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان احنا نقول اذكار المساء والصباح عشان يفضل قلبنا ومخنا شغالين في تواصل مع ربنا وحاسين ان في كونكشن روحانيه. الاسلوب العلمي دلوقتي اكتشف انك انت لما تحط التشيك ليست بتاعتك قبل ما تنام بالليل وداخل تنام كده، تقوم ماسك الورقه والقلم، انا ورايا بكره 1 2 3 4 5. لو قدرت تعمل منهم 3 انت انجزت، لو قدرت تعمل منهم 2 انت انجزت. وكمان طبطب على نفسك في الوقت ده وتكافئ نفسك وتقول الحمد لله. صحيح انت هتلاقي الحاجات التانية بتأجلها لليوم اللي وراه، بس ساعتها هتقول انا السبب، انا اللي هعالج نفسي، وبالتالي حصل عندك كونكشن مع الاوبزرفيشن بتاعتك وبدات تعاتب نفسك وبدات تقول لا انا هعمل على قدر الامكان علشان قبل اليوم ما يخلص اكون مخلص كل التشيك ليست بتاعتي، وبالتالي انام وانا مبسوط وفرحان ان انا انجزت. احساسك بالفرحه هيديك ثقه في نفسك، هيديك طاقه على اليوم اللي وراه. وبالتالي التشيك ليست مفتاح من اهم المفاتيح اللي تخليك تقضي على البروكراستينيشن او المماطله. حاجه مهمه كمان جدا جدا، وكانت دي بصراحه نقاش طويل بيني وبين بعض الناجحات في امريكا هنا، انك انت لما تلاقي في حاجه عايز تعملها ما تتحججش، ما تقولش اصل انا ناقصني الكرسي علشان اعمل، اصل انا الدنيا بتمطر ومش عارف اعمل الفيديو بتاعي فاعمله ازاي وانا عايزه اجيب منظر طبيعي يخلي الناس مبسوطه وهي بتتفرج على الفيديو. just do it، just do it. يعني العلامه النايكي وهي بتقول just do it دي موجوده في الشركات الكبيره جدا، وموجوده كمان قدام العاملين بحيث ان هم يدخلوا كده يقولوا ايه ده احنا عندنا كركبه هنا وكركبه هنا هنبدا الشغل. لا just do it. فانت اول ما تحس ان في جواك حاجه بتقول طب اعمل no just do it go، فتلاقي نفسك وصلت انك انت لضمت في العمل والانجاز وسخنت العربيه بتاعتك وبدات تمشي وبدات تحس بانك انت بتنجز. البروكراستينيشن ممكن يتعالج لو انت غيرت من نفسك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا كنت عايزه اعمل لكم الفيديو بره والله عشان المنظر جميل، ولكن المطره منعتني فقلت مش مشكله اخليني في منطقه هنا حلوه بحيث ان انا اعمله. المهم ان انا ما اجلش واعمل مماطله للفيديو. شكرا ليكم، يا ريت لايك وشير للحلقه. اشوفكم على خير، سلام عليكم.